اوكي اليوم نحن بطيئين، ما بعرف يعني. I think because انه احنا مش السبب هو انه آدم اصغر من ميرا. ميرا بتروح KG2. It's so cozy، يعني كوزي موزي. شوفوا شو هاد. اوكي اليوم نحن بطيئين، ما بعرف يعني. I think because انه احنا مش نايمين، ما عم ننام. عندك فكرة ان الانسان اذا ما كان نايم طاقته تكون ضعيفة جدا؟ والله معلومة جديدة هاي فاتتني. اوكي قررنا نطلع من جو الكراتين وفتح الكراتين لانه هذا الجو محتاج واحد نشيط. تمام، فقررنا انه نروح حاليا على محلات الاثاث نجيب صوفة لغرفة الالعاب، لان ناقصتنا صوفة لغرفة الالعاب، هي الغرفة اللي تحت. ونجيب هذول الاورجنايزرز، عرفتوهم، هذول المنظمات اللي مثلا للمطبخ بنحط فيهم الشوك والسكاكين وهي الاشياء. وكمان راح اجيب اورجنايزرز للميك اب. فهدول اشياء عم فكر نجيبهم ونرجع البيت. بعدين هنيك بكمل شغل وبكمل ترتيب. السبب هو انه آدم اصغر من ميرا. ميرا بتروح KG2. تمام، آدم لحد الآن بالحضانة. السنة الجاية آدم راح يبلش KG1. تمام، ما يغركم مظاهر الطول؟ لا يغركم طوله، يعني دائما بتفكروهم انه هم توأم مرات حتى، بس آدم وميرا مو نفس العمر. آدم أصغر من ميرا بسنة ونص. تمام، فلذلك هم بمدرستين مختلفين. بس السنة الجاية آدم بيكون بنفس مدرسة ميرا إن شاء الله. طبعا اجتني شي 2000 رسالة بس على موضوع النمل اللي حكيت لكم عنه ببيتنا الأول. جايز يلي ما بيعرفوا، بيتنا مليان نمل. ما خليت سورة البقرة دايما شغالة، ما خليت أدعية، ما خليت مبيدات، ما خلينا أشياء. حتى بلشت أحط وأعمل أشياء خرافات لحتى يروح النمل، وما كان يروح. بملابسي بكل مكان، بالملابس على الأرض، بين الهاي بالفراش، ما بيروح. المهم فكلكم كتبتوا لي إنه النمل معناته حسد، معناته معمول عمل، معناته هاي الأشياء المخيفة. وكتبتوا لي كمان إنه منيح والحمد لله إنه أنتوا طلعتوا من البيت، لأنه هذا كمان دليل على إنه واحد لازم يغير البيت. عرفت بيبي؟ فنحن غيرنا البيت. فإذا كان هيك الله يكفينا شر الحسد ويكفيكم انتم كمان شر الحسد. وصلنا على محل الأثاث. جايز أنا كنت عم فكر بغرفة الألعاب ما نحط صوفة عادية، نحط هيك شي. It's so cozy، يعني كوزي موزي. شوفوا شو هاد. لا ما حبيت كتير هيك، فيها رجعة لورا. شايفين ما فيها سندة. اوكي هيك شي بصغير لون، ما بعرف. في هون لون تاني، في جراي، في هيك. شفتوا لي اليوم آدم وميرا بالصورة وهن رايحين على المدرسة، هيك واقفين جنب بعض واخذين صور وحركات انه نحن رايحين على المدرسة وبلشت مدرستنا وقصص. انا كنت متوقع اليوم آدم يعمل لي مشاكل بالروضة الجديدة، لاني كان كتير 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 متعود على روضته القديمة وكانوا كتير بيحبوه، وهو بحبهم كتير، خاصة في أنسة معينة كان كتير متعلق فيها. فقلت اليوم راح اوصله على الروضة الجديدة، راح يدخل راح يبكي مثل ما اول مرة اخذناه على الروضة، راح يعمل مشاكل. بس لا، الحمد لله رب العالمين. اول ما وصل طحش على الالعاب، نسيني، نسي الدنيا كلها ولا طلع علي واندمج. يعني هذا شيء كتير كتير حلو. آدم عم بندمج بسرعة. المهم اندمج ومشي الحال. وميرا كمان، تصوروا ميرا من فترة بس وصلتها على الروضة تبعيتها بس يوم واحد. اليوم لما وصلتها كمان نفس الشيء، حست حالها انه مو مكان جديد، حست حالها انه هذا المكان انه تنتمي له. المكان كاني متعودة عليه.
حتى في رفيقه من الرفقات ركضت على ميرا، ميرا انا فكرت هيك، كيف كونتي هي الصداقه بيوم واحد رحتي على المدرسه؟ كيف؟ المهم الحمد لله رب العالمين، كنت متوقع يصير مشاكل معي بهذا الشيء مع ادم وميرا، بس لا الحمد لله كثير اندمجوا وتخطينا هاي المرحله. لاني اصعب شيء لما الانسان ياخذ الاولاد على الروضه، كثير فقره صعبه، كثير فقره ما بحبها لا انا ولا شهد. لاني اول ما ودينا ميرا على الروضه كثير عانينا معها، تعذبنا نحن لاني عم تبكي وبدها ايانا، وكنا نحن بنفس الوقت ما حابين نتركها. بتعرفوا شعور الاباء هيك كثير حنونين. ونفس الشيء ادم عذبنا كثير. فقلت ان شاء الله ما يصير معي هذا البروسيس من اول لجديد، بس الحمد لله رب العالمين عدت على خير. اوكي، المهم شو في عنا اليوم؟ ما بعرف صراحه. اليوم البيت فول مع العمال، جايين عم ظبطوا مكان البرادي. شاهد كانت بوصي اشياء من ايكيا عم بيركبوا لها اياهم. بعدين بدنا نروح على مكان ثاني. واجا ابو الانترنت كمان عم بركبنا انترنت، لاني نحن حاليا بلا انترنت بالبيت. وشو رح نعمل كمان، رح تطلع لنا قصص ثانيه كثير بصراحه، ما بعرف بالضبط شو رح نعمل، بس في كثير قصص. انا بظن بدنا تقريبا اكثر من شهر حتى نظبط امورنا، لاني هاي الغرفه اللي قاعد فيها كمان بدها تظبيط الاغراض بكل الاماكن. برادينا القديمه اللي كانوا ببيتنا القديم محطوطين هون بالارض، ما بعرف شو رح اسوي فيهم. ممكن اركبهم بهي الغرفه، لان هي الغرفه بدها برادي. الغرفه الثانيه والصالون جبنا برادي جديده، بس هاي الغرفه ما ركبت لها برادي. قلت في عندنا برادي من بيتنا القديم، بستعمله، ليش ما استعمله؟ لاني كثير كمان حلوين، حابهم انا. شكل هذا البيت مع تنتي يا جماعه. شو بدي اعمل؟ اهج، اسافر، ارجع على بيتي القديم؟ يعني شو اعمل؟ بحياة شو اعمل؟ طيب شو اعمل؟ شوفوا شو صاير هون. شوفوا، ما بتحسي انه كاني حدا مراجع مستفرغ؟ الخزانه هي استفرغت. هاي الخزانه ما بعرف شو صار لها، استفرغت الكابلات. كيف نصلح المشكله شو هي؟ ما حكيت. المشكله الاغراض هون ما عم تكفي هذا المكان بقى، لاني عندنا اشياء كثيره نحن. ايه شايفين كل هاي الاجهزه. يعني مثلا هي للكاميرا، صح؟ هي للكاميرات، هي الراوتر، هي راوتر ثاني ما بعرف لشو. انا كمان بعرف. هاد شو؟ هي كاميرات كمان. في هون كثير صاير. كيف رح نحل هذا الموضوع؟ ما بعرف. لازم هو من الاساس كان هذا صندوق ما مرتب نظامي. هذا صندوق كان ما بعرف ترتيبه غلط، الكابلات بكل مكان. فلازم نجيب كهربجي يظبط الوضع هون. اذا ما زبط الكهربجي، ما اظن الكهربجي يطلع شيء بايده، يعني شد ما زبط الكابلات. نحن في عندنا مجموعه اجهزه كثير كبيره، فما رح يسعوا هونيك. رح نضطر نعمل صندوق ثاني هون حتى يسعوا هالاجهزه هون. يس، بس المهم واهم شيء انه الانترنت وصل عنا على البيت. صار عنا انترنت. صار عندك انترنت؟ حسيتي؟ حسيت عم بستخدمه اوريدي. يي مين هون؟ لك شوفوا مين هون. تعالي لك، تعالي تعالي هالو انت كمان. هي ادم، تعالي. ميرا، ميمي تعالي. شو بون ليه ما معبرينك؟ ما بعرف. صح، هنا لما بتاكل ميرا خلاص ما بشوف حدا مثل امها هيك على فكره، بس تاكل ما بشوف. هلا امتى انت اي ساعة صحيت من النوم؟ اليوم 6 ما انت صحتيني. اول شيء انا صحيت، حضرت ادم وميرا للمدرسة، بعدين رحت صحيت سياماد لحتى يوديهم على المدرسة. بس انت شو؟ ومن وقتها سياماد ما نام، انا رجعت نمت شوي يعني ساعتين هيك مو اكثر. بعدين رجعت فقت من كثر الاتصالات، يلا جايين نعمل مدري ايش جايين. المهم كان في كثير اتصالات اليوم، ما عم ننام حرفيا، ما بعرف شو متحملين. والله ما عم ننام بجد. انا تليفوني ما بيوقف. سيمان عيونه حمر، فرجيهم بليز. طلع هون. لا ما في. لا هيك لحظة، طلع هون هذا. مو هيك يعني، شوف هلا انا شلون هيك بعدين. شايفين؟ من التعب. بس لسه مو مبين يعني، هلا شوي ثاني مبين، بس هيك تاخر. لحد الان انا صامد يعني، مالي حاسس انه بتعب كثير. بس على 7 6 ببلش انهار هيك، انزل شات جوا هيك اغوص. اوكي، المهم بجد من وقت ما انتقلنا، قبل ما ننتقل على هذا البيت ما عم ننام نومنا مو نظامي. فعلا النقله مشكله يعني. خلاص انا بطلت انتقل من هذا البيت. من هذا البيت للقبر.
يا جماعة في خبر غير صار رح انقله لشهد، وشهد ما بتعرف عنه. أنا من يومين شفت فارة برا عم تتجول. بتعرفي شو فارة؟ فارة صغيرة مو الكبير، مو جردون، فارة. حاولت أختاله ولكن هربت مني، ما قدرت، سريعة كثير. هي فارة والله العظيم، أقسم بالله هيك قدها. هربنا من نمل، ماكيتها هيك جينا على قدها. الفيران. إيه. شو نمل؟ شفت نملتين يلا كمان قوم مشان غير تعرفي. البيت، يلا تخيل. والله الفارة مقدور عليها يعني، حرام بحسها كيوت هيك قدها يعني، ما هلا بتعمل مشاكل. الفارة كيوت بس الثاني مو كيوت. شو الجردون؟ ايه. ما في جرادين هون، لا بس فارة كانت صغيرة عم تتجول بالبيت، لحقنا بعض، المهم هربت. صغيرة؟ صغيرة هيك قدها. نجيبها نربيها هلا بس. إيه. بس شفتها رح امسك لكم اياه ومشان ميرا شو ركزت معنا. ليش مركزة معنا؟ سمعتي فارة ركزتي معنا؟ في ماوس بالبيت. في ماوس هيك قد صغير. بدك ماوس؟ صغيرة. ها؟ صغيرة. صغيرة ايه؟ صغيرة بدك ماوس؟ هلا هي عرفان انه شيء مو شو طبيعي، انه عم شو تخيريني فارة بين ما بعرف شو، في حدا بجيب فارة على البيت. المهم نملتين كمان شفتهم، حسيت في مجموعة نمل منتقلين معنا لهون. هاي اخبار جدا مسرة. لا بيبي انت لبسك شو كل يوم عم لبس تعطيني كله اخبار لبس مسرحة شهد يعني. كان 3/4 شو نمل. لا بس نفضته، فاكيد نفضته نملاي، قبل ما أجيبه. حتى لو نفضتي لبس ادم وميرا. طيب نفضتيها قبل ما تجيبي؟ لا انا ما اصلا ما لحقت اشوفه. ما لحق. هم انضبوا مع نملاتهم. اوكي ان شاء الله الله يسترنا، لاني بجد اخر فتره نحن ما حكينا عن هذا الموضوع ابدا، بس اخر فتره النمل بهداك البيت قتلنا. انا كل جسمي مقروص، ادم كل جسمه مقروص، ميرا، شهد بالتخت، بالحمام، على الصوفة يعني لازم اليوم اللي ما بننقرص فيه من نملة في شيء غلط. بكل مكان ومنتشرين. وادم كله مقرص وحتى انا. ما في شيء ما استعملناه، ما في اي مبيد ما استعملته، ما كانوا خلص مثبتين بالبيت، رحلونا من البيت يعني، نقلنا من البيت فعلا. في مثل بيقول انه شو شو هالمثلات؟ مثل جديد نازل. النملة المثل بتقول لا طلعوا يعني طلعوا. فهمت كيف؟ انه النمر هي لغة رحلنا. النمل. المهم الله شوف النهفة صايرة معنا اليوم. نحن من فترة لما كنا عم نفصل على محلات الأساس، شاهد ملاقي صوفاية بمكان معين، ونحن هلا جايين على أساس هذا هو المكان اللي شاهد لاقي الصوفاية فيه، بس أنا ماني متأكد. وقتها نحن درنا كذا محل، درنا محلات كثيرة، فشاهد هيك متصورة بينه وبين نفسها إنه لا هذا هو المحل اللي لقينا فيه هاي الصوفاية، وما أظن هذا الشيء. انت جبتنا هون. انا جبتك بيبي هون، في محل تاني جنبه، في محل تاني بمكان تاني، في نفس هذا المحل نحن فيه. اسمعي بس اسمعي. نفس هذا المحل نحن فيه شو اسمه، احنا على 3 اماكن مختلفة، هو المحل الواحد بس 3 اماكن مختلفة. اي مكان اي دونت نو. ان شاء الله ينفع. شو هو اي دونت نو، وشو هي الصوفاية اي دونت نو. هاي ما تصير معك؟ تعي اسمع بعدين رح تحضر بس حالك اسمع لازم مني. نروح ايكيا مو ايكيا. كملية. بتعرفوا ولا حدا شايفين بحياتكم حدا ما بيحفظ غنية؟ هو أنا. ليش ما بعرف كيف رح حل هالمشكلة، ما بعرف، ذاكرتي كثير ضعيفة بالأغاني، بكل شيء مو بس بالأغاني. مين أنت؟ شاهد؟ مين يا شاهد؟ وين تعال قلت لك شغلة. ترى شو ترى؟ مو ترى. طبعا مو ترى. شو بدك بكل هاد بيبي؟ بيرفكت لصالوننا. صالون؟ اي صالون؟ واو لك صالون مو اشترينا له. كثير. اشترينا له الاساسي ولا اي واحد ثاني؟ الأساسي. كثير بكره. بدك بيبي دفعنا صابون. لا مو صابني، خلص غيرت رأيي. بيبي كثير بتحسي انه هذا للصالون. يا رب. على فكرة يمكن طابق الفول. تعالي طابق الفواني. بس اسمع مني نني يلا كملي.
إنني نانا تيرا نانا. هنيك شايفه هنيك. والله صفاية ما شاهد ليش مسميتهم صوفاية ما بعرف. هن مو صوفاية، هي مدة سداجة بتشبه كل شيء للصوفاية. لا هيك فلافي. هلا رح تفهموا. هلا رح تشوفوه ورح تفهموا انه مو صوفاية، سداجة هي. تتذكري؟